واش بصح العطله غادي تاجل حتى لعيد الفطر؟ واش غادي نكملوا القرايه في رمضان كامل؟ بقاو معايا حتى الاخر باش تعرفوا التفاصيل كامله. السلام عليكم. واحد الجدل كبير نايض دابا على العطله البينيه الثالثه، كاين اللي كيقترح انها تاجل حتى لعيد الفطر، وكاين اللي رافض هذه الفكره تماما. ولكن شنو القرار الرسمي؟ شنو راي الوزاره والاباء؟ تفاصيل كامله غتشوفوا في الفيديو. كيفاش بدات القصه؟ عبد الله بوانو رئيس المجموعه النيابيه للعداله والتنميه طلب من وزير التربيه الوطنيه ياجل العطله البينيه الثالثه اللي محدده ما بين 16 حتى 23 مارس باش تجي مع عيد الفطر، وهذا الشيء باش التلاميذ والاساتذه يحتفلوا بالعيد مع العائله بلا ضغط. الاباء ما عجبهمش الحال، حيث رئيس فدرات اباء وامهات التلاميذ نور الدين عكوري قال ان الاسر ما قبلش تاجيل رمضان مرهق، والتلاميذ والاساتذه خاصهم يرتاحوا وما يمكنش يبقاو قاريين في رمضان كامل حتى العيد. واش الوزاره غادي تاجل العطله؟ مصدر من وزاره التربيه الوطنيه قال ان هذا القرار ما تناقش حتى لدابا وما كاينه حتى نيه باش يتبدل التوقيت ديال العطله. الوزاره قالت غادي تبقى ملتزمه بالبرنامج الدراسي اللي حددته من قبل، حيث كاينين امتحانات مهمه جايه وما يمكنش تبدل في التواريخ بسهوله. اذا رسميا ما كاين حتى قرار بتاجيل العطله لحد الان، والوزاره غادي تكمل بنفس البرمجه. كتبوا لنا في التعليق واش مع التاجيل ولا ضده، وبارطاجيو الفيديو باش صحابكم حتى هما يعرفوا الحقيقه.